شباب تانية ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نبدأ مع بعض نحل التقييم ال11. طبعا تقييم لسه نازل، فعايزين احنا ايه، نبدأ نحله كده ونفهم كل سؤال بيتكلم عن ايه. طب هو اصلا التقييم ال11 ده بيتكلم عن درس يا مستر؟ هو بيكمل شابتر 4. يعني احنا كنا في التقييم العاشر خدنا شابتر 4، هو يعتبر كده منزل لشابتر 4 تقييمين. طبعا انا رأيي ان هو طبعا كده كتير قوي، يعني هو منزل كده يعتبر على الدرس الرابع بس 60 سؤال. 30 التقييم العاشر، 30 التقييم ال11، فده كتير قوي. كمان على درس زي شابتر 4 يعني، او شابتر زي شابتر 4، هو سهل قوي، فاللي هو ايه، مش مستاهل كل ده يعني. طيب يلا كده، حتى المعاصر كله اصلا في شابتر 4 30 سؤال، فلما انت تنزلي تقييمات 60 سؤال ده كتير قوي على شابتر 4. ولكن ده معناه ايه؟ معناه انت شابتر 4 مش هيطلع بره 60 سؤال دول، ان هم اصلا ما فيش افكار تاني يعني. طيب فيلا كده نبدا مع بعض نشوف عايزين نقول ايه. بيقول لك هنا: a body moving a circular path if the centripetal force becomes 4 times its original value then the time period of the body يحصل له ايه يعني. لو السنتريبتال فورس زادت 4 مرات، عايز يعرف البريودك تايم هيحصل له ايه. طيب واحده واحده، احنا عارفين السنتريبتال فورس اصلا بتساوي ايه؟ ام في سكوير على ار، صح؟ اه. لو السنتريبتال فورس زادت 4 مرات، ده معناه ان ده ثابته وده ثابته، ما قالش ان هم اتغيروا. ده معناه ان الفيلوسيتي سكوير زادت كام مره؟ هي كمان زادت 4 مرات. طيب لو انا بسالك عن الفيلوسيتي لوحديها مش على الفيلوسيتي سكوير، هترد تقول لي ايه؟ ادام الفيلوسيتي سكوير زادت 4 مرات، يبقى اكيد الفيلوسيتي لوحدها زادت كام؟ زادت مرتين. طب ده ايه علاقته يا مستر بالبريودك تايم؟ ما هي الفيلوسيتي كانت بتساوي السيركمفرنس على البريودك تايم، فكده البريودك تايم والفيلوسيتي مالهم انفرس، فلو الفيلوسيتي زادت الدبل البريودك تايم تقل النص، يبقى الاجابه ديكريس تو ايه؟ ديكريس تو اوف. خلي بالك بقى من السؤال ده عشان هيتكرر معانا تاني في الويكلي اسسمنت. طيب هنا ده سؤال طبعا متاخد من المعاصر، اخر سؤال. The following figure shows 3 cars 1 and 2 and 3 move in a 3 horizontal curved path with same speed. حلو قوي، كل واحد عنده نفس السرعه، نعلم على ده عشان مهمه. If the masses of the cars are m و m و 3m، تعال نكتبها كده: m و m و 3m and the radii of the circular path d و 2d و d. طيب in order the correct ranking of this car in term of their susceptibility of skidding. طيب واحدة واحدة، انت عارف ان السنتريبتال فورس بتساوي ام في سكوير على ايه؟ على ار. هو قالك الفيلوسيتي ثابته، يبقى انت عشان تحسب السنتريبتال فورس بتاعت كل واحده عباره عن ايه؟ الماس على الار. فهنا كانك بتقول 1 على 1 يعني السنتريبتال فورس ب 1، هنا كانك بتقول 1 على 2 يعني السنتريبتال فورس بنص، هنا كانك بتقول 3 على 1 يعني السنتريبتال فورس بايه؟ ب 3. طبعا السستابيليتي اوف سكيدنج معنى كده ان انت عندك اعلى سنتريبتال فورس، فانت هنا تبقى 3، بعد كده 1، بعد كده 2، يعني الاجابه تشويس ايه. طيب هنا بيقول لك a child ties a stone of mass 300 جرام، يعني دي كده الماس، to a string and rotate in a circular path of diameter 60، يعني الراديوس ب 30. لو الماكسيمم تنشن اوف ذا string كان withstand 4 نيوتن، يعني اكيد دي الاف ايه؟ سنتريبتال. وعايز يحسب الاعلى سبيد. طيب ما الاف سنتريبتال لو ب4 هي بتساوي الماس اللي هو 300 جرام، طبعا هضرب في 10 نيجاتيف 3 لان انا مش بشتغل بالجرام، بشتغل بالكيلو جرام، ملتبلاي فيلوسيتي سكوير على ايه؟ على ار. الفيلوسيتي انا عايز اعرفها فهحطها باكس على الكالكليتر، اوعى تنسى السكوير، على الراديوس. لو الدايمتر ب60 يبقى الراديوس ب30، اوعى تنسى تضرب في 10 نيجاتيف ايه؟ في 10 نيجاتيف 2. يلا بينا مع بعض نعمل شيفت سولف كده نشوف هتطلع كام. تطلع الإجابة اللي هو السبيد، دي بس الكالكليتر بتحمل. طيب ثواني بقى نعملها مانوال. تطلع الإجابة 2، يبقى الإجابة تشويس ايه؟ تشويس ايه. هنا two bodies of different masses move in the same circular path. يعني ايه same circular path؟ يعني نفس الراديوس والsame speed يعني نفس الفيلوسيتي. the ratio of the tension in case of the smaller mass to the tension of the larger mass. طب كده موضوع بسيط قوي. هي السنتريبتال فورس يا جماعه بتساوي ام في سكوير على ار. هو قال لك الاتنين بيتحركوا نفس السرعه ونفس السيركلر باث يعني نفس الراديوس، فكل الفكره ان ريشيو الماس يعني the ratio of the tension in the case of smaller mass، عايز الاف سنتريبتال بتاعت الماس الصغيرة على الاف سنتريبتال بتاعت الماس الكبيرة. هو اصلا دايركت مع الماس، هو اصلا دايركت مع الماس، يعني الاجابة less than 1. تمام، لان اللي عنده ماس صغير هيبقى عنده سنتريبتال فورس صغيرة بس. هنا a body of weight 200 نيوتن to move in a circular path such that its speed is numerically equal to the radius.
والجي بتساوي 10. طب عايز السنتريبتال فورس بكام؟ طب انا كده كده عارف دايما يا جماعه ان هو اول لما بيديني الويت بروح اجيب منه الماس. يعني لو الويت ب 200 فده بيساوي ام في جي، الام معرفهاش والجي ب 10، يطلع الماس بكام؟ ب 20 ايه كيلو جرام. طيب انت عايز سنتريبتال فورس، هي بتساوي ام اللي هي ب 20 في في سكوير على ار. هو قال لك ان الفي ايكوال الار، يعني اكنك شلت الار دي وحطيت في، فدي تروح مع ايه؟ مع دي، يبقى لك 20 في خلاص. يعني يبقى 20، طبعا انت وديت السكوير مع دي فيبقى في واحده، يعني جابت تشويس بي. طيب in a toy shop a small airplane of mass 150 جرام is tied to a string of length 50. طبعا يبقى ده الراديوس، يعني اكن دي كده ايه متوصله بسلك، السلك ده طوله 50، يعني اكن ال 50 ده هو الايه هو الراديوس. كومبليت 3 ريفولوشن ان 30 ثانيه. عايز اعرف التنشن فورس بتساوي كام؟ بسيطه قوي، بتساوي الماس اللي هو 150 في 10 نيجاتيف 3 عشان مش بشتغل بالجرام، فيلوسيتي سكوير على الار، والار بكام؟ 50 سنتي يعني 0.5 متر. طيب انا ضربت في 10 نيجاتيف 2. كل الفكره بقى انا محتاج ايه؟ محتاج اروح اجيب الفيلوسيتي. فعلا نجيب الفيلوسيتي، هي بتساوي نمبر اوف ريفولوشن في السيركمفرنس على التايم اللي انا خدته عشان اعمل الريفولوشن ده، صح كده؟ طيب يعني انا هنا عملت كام؟ 3 ريفولوشن، يبقى 3 في 2 باي ار على تايم كام؟ على تايم 30 بالمنظر ده كده. تطلع الاجابه 0.314. دي كده الفيلوسيتي. طبعا احطها سكوير لان القانون فيه سكوير. تطلع الاجابه تشويس بي. طيب هنا مديك الراديوس، مديك البريودك تايم، وعايز يعرف الاكسلريشن بكام. طيب انت عارف ان السنتريبيتال اكسلريشن هي في سكوير على ار. انا معايا الار، مشكلتي كلها ان انا ايه معيش الفي، بس اعرف اروح احسب الفي. عارفين ليه؟ لان الفي بتساوي 2 باي ار على البريودك تايم اللي هو 2. يعني اكن بقولك الاجابه هنا ايه؟ كان الفيلوسيتي 5 باي، يبقى هي هنا كده 5 باي سكوير على الراديوس اللي هو بكام؟ على الراديوس اللي هو ب5. تطلع الاجابه تشويس دي. طيب هنا if a body move in a circular path with linear speed v and time period t then its radius is reduced to 1/4 while maintain the same linear speed. عايز يعرف ايه هيحصل للتايم. طيب المسألة هنا بسيطة قوي. ليه؟ لأن أنت عارف إن هنا the new time period، بص صلي على النبي كده، ال v بيساوي 2 باي r على البريودك تايم، صح؟ اه. عشان دي تفضل كونستانت يبقى لازم التشينج اللي حصل هنا هو نفسه يحصل هنا عشان يلغوا بعض. فلو الراديوس قلت الربع لازم البريودك تايم هو كمان يقل الربع عشان ايه اللي يحصل فيهم؟ يكنسلوا بعض فتفضل السبيد زي ما هي. يبقى كده لازم البريودك تايم هو كمان ايه؟ يقل الربع. طيب هنا body move with a tangential speed كذا where t is the time period. عايز centripetal acceleration، واخد بالك السنتريبتال acceleration بدلالة الكلام ده. يعني لو دي السبيد هو اكنه بيقول لك شيل لي السبيد وحط القيمة بتاعتها. طيب صلى على النبي بقى كده. السنتريبتال اكسلريشن هي بتساوي في سكوير على ار، صح؟ طيب ادي الار. طيب الفي سكوير يعني انا عايز اعمل لكل ده سكوير، واحده واحده بقى. 2 سكوير تبقى 4، باي سكوير يعني ينزل باي سكوير عادي، ودي راديوس سكوير على تي سكوير بالمنظر ده كده. طيب انا هودي دي مع الباور بتاع ده، صح؟ وتحت اللي فوق ينزل تحت، يعني دي كده تنزل ايه؟ تنزل هنا. يعني يبقى لك ايه؟ يبقى لك الشكل ده كده، يبقى لك الشكل ده كده، صح ولا أنا غلطان؟ صح. ده موجود فين؟ موجود عندك في تشويس بي. طيب هنا عايز اعرف السنتريبتال فورس، هي نفس الكلام بالظبط، فانا مش هحلها تاني. كل الفكره فين؟ ان السنتريبتال فورس انت بتعمل الاف بتساوي ام في الاكسلريشن. انت الاكسلريشن لسه جايبها ايه؟ صح. هتضرب بس فين؟ نازل كل حاجه زي ما هي اهي، دي الاكسلريشن. هتضربها بس في ايه؟ في ماس. يبقى انا عايز اختار نفس الاجابه بس في ماس. آم، تطلع الاجابه دي. تمام، صح ولا غلطان؟ هي كل حاجه بالظبط زي ما هي، ضربت في ماس بس.
هنا a body moves uniformly in a circular path with speed v such that it completes 3/4 of a revolution 6 seconds. If its speed is doubled the new time period becomes كام؟ طيب واحدة واحدة. أول حاجة نجيب البريودك تايم، هو t على n من شابتر بقى 2، يعني 6 ثواني 3 كوارترز يعني 3/4 بالمنظر ده كده، تطلع الإجابة 8. لو الفيلوسيتي زادت الدبل يحصل ايه للبريودك تايم؟ الفيلوسيتي بيساوي 2 باي ار على بريودك تايم، فلو خدنا بالنا اللي هي ايه انفرس، فلو دي زادت الدبل يبقى البريودك تايم يقل النص. طيب هو كان كام؟ هو كان 8 ثواني، هيقل النص فهيبقى كام؟ هيبقى 4 ثواني. طيب 12 a body move uniformly in a circular path with radius كذا والcentripetal acceleration كذا. if its speed is double الcentripetal acceleration يحصل لها ايه؟ مسألة بسيطة جدا طبعا، لأن الcentripetal acceleration هي بتساوي v سكوير على ار. لو الفي زادت الدبل، خد بالك ان لو الفلوس زادت الدبل هي عليها سكوير، فأكن الترم ده كله زاد كام مرة؟ زاد 4 مرات. الفيلوسيتي بس زادت الدبل. طب هل انت بتشتغل بالفيلوسيتي بس ولا فيلوسيتي سكوير؟ فيلوسيتي سكوير، فانت اكن بتقول الدبل ده معمول له سكوير، يعني اكن الترم ده كله زاد 4 مرات. يبقى السنتريبتال اكسلريشن هي كمان تزيد كام مرة؟ تزيد 4 مرات. هي كانت 9، يبقى هنضرب 9 في 4 اللي هو يديك كام يعني؟ 36. تمام. ندخل على الايه؟ على الايساي. يحسب هنا الفيلوسيتي، طبعا مسألة calculate the velocity and the centripetal force. طيب مسألة عبيطة قوي. ليه؟ انا معايا السنتريبتال اكسلريشن ب10، دي بتساوي في سكوير، هحط الفي دي باكس على الكالكليتر وادي السكوير على الراديوس ب 0.1، فكده حضرتك تعرف تطلع لي الفيلوسيتي بكام؟ تطلع الفيلوسيتي ب1. طيب عايز السنتريبتال فورس، ما السنتريبتال فورس عبارة عن ايه؟ السنتريبتال اكسلريشن اللي هي ب10 واضربها في الماس اللي هو يطلع ايه يعني؟ 20. حد عنده مشكلة؟ انا شايفها بسيطة. طيب تعالى هنا. if the friction force between the wheels of a motorcycle and the road is 4000. طب احنا عارفين ان الفريكشن فورس دي بتكون هي السنتريبتال اكسلريشن، والسبيد ب 40 while the weight of the motorcycle and its rider is 1400. احنا متعودين يا جماعه وبتتكرر معانا في كل المسائل، اول لما يديني الويت اعمل ايه؟ اروح اجيب منه الماس عشان هو ده اللي هستخدمه في القانون. ام في جي اهي بالمنظر ده كده، يطلع الماس بكام؟ ب 140 ايه كيلو جرام. بس كده السنتريبتال فورس ب 4000 بتساوي ال 140 في الفيلوسيتي سكوير على الراديوس. فكده حضرتك تعرف تعمل شيفت سولف وتطلع لي الايه؟ وتطلع لي الراديوس بكام. ثواني. يطلع الراديوس ب56 متر. طيب تعالى. A stone is tied to the end of a string and move in a circular path. If the length of the string is r and its speed is v and its centripetal acceleration is كذا. ولحد دلوقتي حرفيا معلش اي حاجه، وبيقول لي السيمبلز اللي انا اصلا عارفها. يعني في بدايه السؤال ايه؟ if the speed of the stone is doubled while the radius remain constant. يحصل ايه الريشيو بتاعت السكند centripetal acceleration للفيرست centripetal acceleration؟ طيب عبيط، يعني هو عايز centripetal acceleration 2 على centripetal acceleration 1. هو قالك الراديوس كونستانت صح؟ طيب مش انا عارف ان القانون في سكوير على ار، سيبك من الار خلاص، يبقى centripetal acceleration بتساوي في سكوير وهما دايركت مع بعض، يعني في 2 على في 1 قول ايه؟ قول سكوير. طيب بيقول لك السبيد زائد الدبل، يعني في 2 بقت 2 في 1، يبقى انا كده هعمل ايه؟ هشيل في 2 خليها 2 في 1، ففي 1 تروح مع في 1، 2 باور 2 اللي هو يديك ايه؟ اللي هو يديك 4. يبقى هي دي الريشيو. تمام يا جماعه. طيب هنا بيقول لك وات از الساينتفك برنسبل بتاعه الدراينج كلوزز او الميكنج كاندي اللي هو غزل البنات او الروتيتنج بارل. كل ده بيعتمد على ان انت تعمل سنتريبيتال فورس عاليه جدا عشان تفضل تلف في سيركلر باس. يعني دراينج كلوز مثلا لو دي الغساله، فالغساله انت بتدخل الهدوم بتفضل تلف حوالين نفسها كده. ليه بتفضل تلف حوالين نفسها في سيركلر باس؟ عشان الساينتفك برنسبل ان انت بتعمل سنتريبيتال فورس كبيره فتخليك تفضل ماشي في الايه؟ في المسار بتاعك. طبعا ده جزء ايه مش هيجي في الامتحان اصلا. طيب give reason for although a body move in a uniform circular motion is affected by centripetal force towards the center it never get closer to the center. عشان الفورس اللي حضرتك بتأثر بيها دي بتكون perpendicular على الفيلوسيتي، فدام هي perpendicular على الفيلوسيتي بتخليك دايما ماشي في circular motion، مش بتخليك ان انت ولا تقرب ولا تبعد.
طيب B at curve the motor bike ride leans his bike and the body towards the center of the circular path to maintain السنتريبيتال فورس. يعني ايه الكلام ده؟ ارجع كده للرسمه دي، بيقول لك ليه وانا باجي اخد الملفات وانا راكب عجله تلاقي ان الشخص اللي راكب عجله، راكب موتوسيكل اسف، تلاقي ان هو مال بجسمه كده ناحيه السنتر، عشان هو بيحاول على قد ما يقدر، هي السرعه بتاعته عاليه صح، فالسنتريبيتال فورس ايه؟ عاليه، فهو بيحاول عشان يخليها تفضل ثابته فما يروحش يمين ولا شمال، يفضل يتحرك في نفس المسار الدائري، بيحاول ان هو يقلل الراديوس، او لا بيحاول ان هو اللي هو ايه، يميل بجسمه عشان يحاول ان هو يوازن الفورس دي. تمام. ده كده كان ايه؟ ده كده كان الهوم ورك. دلوقتي هندخل على الويكلي اسسمنت زي ما احنا متعودين، 3 جروبات، جروب A و B و C، كل جروب 4 اسئله وواحد مقالي. خلاص ناخد بس بريك شويه ونرجع لكم. يلا نكمل كده. جروب A نبدا باول سؤال. A body moves uniformly along a circular path of radius 20 complete 1/4 of a revolution every minute. طيب عايزه تايم بيريود بيساوي كام؟ يعني عايز البريودك تايم. طب ما دي مفيهاش اي حاجه، تي على ان. انت بمنتهى البساطه بتعمل كل مينت يعني كل 60 ثانيه تعمل ربع لف 1/4 بالمنظر ده كده، يبقى البريدك تايم بتاعك بكام؟ ب240. طيب 2 a body move uniformly in a circular path of circumference كذا complete 1/4 of revolution every 2 seconds. عايز التانجنشال سبيد بكام؟ طب ما الفي بتساوي عدد الريفولوشن اللي انت بتعملها، هو انا بقول لك complete 1/4 يعني ربع. تمام. في 2 باي ار اللي هو السيركمفرنس على التايم اللي هو 2 seconds. تطلع الإجابة choice B 3. A body move uniformly in a circular path such that the displacement for each quarter revolution is 7√2 after 1.5. عايز السنتريبتال acceleration بتساوي كام؟ عايز السنتريبتال acceleration بتساوي كام؟ طيب واحدة واحدة كده. أنا لو رسمت دايرة بالمنظر ده كده، فأنا مثلا هنا بروح هنا كده، دي كده ربع الديسبيسمنت اهو. خلاص دي كده بتساوي كام؟ 7√2. حلو أوي. طب مش أنا لو عملت ده كده وقفلت ده كده، ده راديوس وده راديوس صح، وده كده ايه؟ رايت انجل ترانجل. طيب مش انا كده بقول اكني بقول لك روت راديوس سكوير بلس راديوس سكوير ده يديني المسافه اللي هي دي. طب مش المسافه دي اصلا اللي هي الديسبيسمنت اللي هي 7√2؟ يعني انت من خلال الريليشن دي تعرف تجيب لي الراديوس بكام. دي فكره مهمه قوي وما جاتش قبل كده ولا حتى موجوده في المعاصر، فالناس بقى ايه تركز على الفكره دي. من هنا كده تطلع لك الراديوس ب، ثواني بنعمل شيفت سولف، ب7 متر. طيب احنا عايزين ايه بقى كده؟ عايزين اول حاجه نروح بقى الاول نحسب الفيلوسيتي. انا عملت كام ريفولوشن؟ كوارتر ريفولوشن في 2 باي ار، انا لسه جايب الراديوس على التايم اللي هو 1.5، يطلع يطلع 7.330 متر بير سكند. كده السنتريبيتال اكسلريشن هي بتساوي في سكوير على ار، يعني الرقم اللي لسه مطلعه ده هعمل له سكوير على الراديوس اللي هو كام؟ اللي هو 7، تطلع الإجابة 7.66، يعني إجابة تشويس سي. 4 body of mass 1 kilogram move in a circular path of radius كذا under the effect of centripetal force 36. the time required to complete 40 revolution بيساوي كام؟ طيب انا بمنتهى البساطه اول حاجه اروح احسب الفيلوسيتي. انا عارف السنتريبيتال فورس بتساوي الماس في فيلوسيتي سكوير على الراديوس، طبعا 0.45 لان انا مش بشتغل بالسنتي، يعني اكنك خدت ال 45 ضربت في 10 نيجاتيف 2. تمام. تطلع بكام؟ يطلع الفيلوسيتي 4.024. طيب مش انا عارف ان الفيلوسيتي دي بتساوي عدد الريفولوشن اللي هو 40 في السيركمفرنس يعني 2 باي ار على التايم اللي انا محتاجه، صح ولا انا غلطان؟ بس كده. تطلع الإجابة 28.09925. مين بقى في دول؟ هجرب كل اختيار. نعمل مثلا 4 باي
لا، نعمل مثلا 9 باي. ايوه فعلا 9 باي بالتقريب هتبقى هي دي الاجابة، بالتقريب يعني ابروكسيميشن. حد عنده اي مشكلة؟ تمام. تعال نروح لسؤال 5. مديك the graph shows the relation between the square of the velocity and the mass. طيب عايز يعرف اليونت بتاعة السلوب بيساوي ايه. طيب اول حاجة تعالى الاول نجيب بس السلوب. انا اكني بقول في سكوير واحد على ام، تحت لتحت يطلع فوق يعني يبقى في سكوير في ام. طيب هو ده اصلا بيساوي ايه يا جماعة؟ انا عارف ان الفورس بتساوي ام في في سكوير على ار، فاكنك وديت الار دي هناك، يعني اف ار هو بيساوي السلوب، اللي هو اف ار بيساوي ام في سكوير اللي هو السلوب. طيب هي الفورس بتتقاس بالايه؟ بالنيوتن، والراديوس بالمتر، يبقى نيوتن دوت ايه؟ نيوتن دوت متر. هي دي الاجابة بتاعة حضرتك. تمام يا جماعة؟ هل الكلام ده صعب؟ ماشي. تعالى بقى ندخل على ايه؟ على جروب بي. ثواني دي نزلنا تحت اوي كده. تعالى نخش على جروب بي. اول سؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك a body moves uniformly along a circular path and the adjacent graph shows the relation between its displacement and the time from the graph data centripetal acceleration بتساوي كام. طيب بصوا كده، اول حاجه انا عايز اعرف ايه الماكسيمم ديسبيسمنت دي، او ليه الجراف بيتحرك كده. هقول لك عشان آه انا لو انا واقف هنا مثلا، لو دي دايره وانا واقف هنا، فانا هقيس بقى الديسبيسمنت من اول هنا. تمام. فانا ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه انا بمشي ربع لف، فاصبح ده الديسبيسمنت. تمام. بعد كده همشي نص لفه، فلو خدت بالك الديسبيسمنت ايه؟ زاد. يعني كده ال 40 دي اكني بقولك عند نص لفه. بعد كده ارجع هنا فتلاقي الديسبيسمنت ايه؟ رجع قل تاني. كده هرجع مكاني تاني فارجع زيرو، يعني اكن ال 40 دي اللي هي عند الماكسيمم ديسبيسمنت، اكن ال 40 دي اللي هي عند ماكسيمم ديسبيسمنت دي عند نص لفه. يعني ايه؟ يعني اكني بقول لك ان دي كده من هنا لهنا طول ده كله 40، يعني اكني بقول لك كده ان الراديوس بكام؟ ب 20. طيب وكمان عايزين نروح نحسب الفيلوسيتي، بتساوي نمبر اوف ريفولوشن. انا كده لفيت قد ايه؟ نص لفه، في 2 باي ار على تايم كام بقى؟ بص ال 40 قدامها كام؟ قدامها 2 بالمنظر ده كده. كده تعرف تطلع الفيلوسيتي ايه؟ بكام؟ تطلع 10 باي. يبقى لو عايز تطلع السنتريبتال اكسلريشن، خد ال 10 باي دي اعمل لها سكوير ويقسمها على الريديوس. ده سؤال مهم قوي، هو سؤال 3 اللي انا كنت لسه عاملك عليه ستار فوق، لان دول افكار ايه؟ افكار جديده، الباقيين كلهم عاديين جدا. تطلع الاجابه تشويس دي. هنا عايز السنتريبتال اكسلريشن وان ذا راديوس از 4. طيب ما دي عبيطه برضو قوي، خلاص تعويض مباشر. فيلوسيتي سكوير يعني 4 سكوير على الراديوس ب4. تطلع الإجابة 4. 3. if the centripetal force acting on a body moving in a circle is increased to 4 times to maintain its motion، السبيد المفروض يحصل لها ايه؟ بصوا كده، دي ثابتة دي ثابتة، لو انت زودت ده 4 مرات كده المفروض الفيلوسيتي يحصل لها ايه؟ اوعى تقولي تزيد 4 مرات. عارف ليه؟ لان انت لو زودت الفيلوسيتي 4 مرات هي عليها سكوير، فكانك بتعمل 4 سكوير، يعني كده الفيلوسيتي كده زادت 16 مرة. لا، كده كده المفروض تزود ايه؟ المفروض تزود الفيلوسيتي حاجة لما تعملها سكوير تديك 4، يعني المفروض ازود الفيلوسيتي الدبل. هتفهم حاجة؟ عشان لما اعمل 2 سكوير يديني كام؟ يديني 4. تمام. طيب 4. when the centripetal force acting on a body moving in a circular path is doubled its time period يحصل له ايه؟ تعال. لو ده زاد الدبل يعني كده الفيلوسيتي لوحدها زادت كام مرة؟ كده اكن الفيلوسيتي لوحدها زادت روت 2، لانك لما تعمل روت 2 سكوير يديك دبل. يبقى كده اكني بقول لك الفيلوسيتي لوحدها زادت ايه؟ روت 2. طيب مش انت عارف ان الفيلوسيتي بتساوي نمبر اوف ريفولوشن في 2 باي ار، او خليته بقى على طول يعني على البريودك تايم. يبقى كده الفيلوسيتي بريك تايم ايه؟ انفرس. يبقى لو الفيلوسيتي زادت روت 2 يبقى البريودك تايم ديكريز لواحد على روت 2. حد فاهم حاجة؟ طيب هنا عايز يعرف the slope of the straight line. السلوب طبعا هو
خلي بالك ان السلوب هو واحد على الراديوس، ان انت لما تقسم في سكوير على ايه، او لا، هو هنا الراديوس على طول، ان انت عارف ان الايه بتساوي في سكوير على ار، فاكن الار ده راح هناك والايه ده جه هنا، فيبقى الار بيساوي الكلام ده، يعني بيساوي السلوب. يبقى خلاص نشتغل بقى نقطة، ناخد مثلا دي عشان جاهزة ب800. خد بالك دي الفيلوسيتي سكوير كاملة، ها؟ يعني انت مش ايه، مش مش هتعملها سكوير، لا هو مدالك سكوير جاهزة على 4، 800 على 4، اللي هو يديك كام يعني، اللي هو يديك 200. ثواني كده، هو محتاج ايه هنا؟ بصوا يا جماعة، هو الجراف ده شيفتد، الجراف ده شيفتد، ف هي يعني كل واحد هيطلع رقم مختلف. بمعنى ممكن حد يجي مثلا يشتغل بدي كده، فانت لو نزلت تحت مش عارف هي قدام يلاقي، يعني المفروض تبقى قدام ال8، يعني اكنك بتقول لي في سكوير على 8 بالمنظر ده، فألف على 8 اللي هو 125 متر. فهو على حسب بقى، يعني انا هنا بالنسبة لي انا شايف 800 قصادها 4. 800 مش مظبوطة، فاللي هو انت مش عارف تظبطها قوي يعني، انت هنا مش عارف تظبطها قوي خلاص. فانت خلاص خليك في الألف مع ال8، اضمن حاجة يعني. ماشي، حد عنده اي مشكلة؟ تمام. تعال نروح لجروب سي، اخر جروب. A body of mass 2 كيلو moving a circular path of circumference كذا complete one revolution every كذا. عايز المجهول بتاع السنتريبيتال فورس. اول حاجة نروح نحسب الفيلوسيتي، number of revolution 1 2 باي ار، هو ادالك جهز السيركمفرنس اهي، على التايم كام؟ باي، يعني ده يديك الفيلوسيتي ب8. عايز السنتريبيتال فورس، يبقى الماس في في سكوير على الراديوس. هل معاك الراديوس؟ لا، بس تعرف تروح تحسبه ليه؟ ما هو مديك السيركمفرنس اللي هي 2 باي ار ب8، يبقى الار بس بكام؟ ب8 على 2 باي. تطلع الإجابة هل في حاجة غلط احنا عاملينها؟ دي 8 باي، فدي تروح مع دي 8 على 2 اللي هو 4. يبقى دي يا جماعة خلاص بإيه؟ دي خلاص ب4، اللي هو يديك إجابة 32 يعني. طيب رقم 2، two identical poles moving in a uniform circular motion with the same time period. أدام نفس السيركلر موشن، يعني نفس ال 2 باي ار ونفس البريودك تايم، if the radius of the first pass is twice that of the second. عايز الريشيو بتاع السنتريبيتال فورس. طيب هقول لك هنعملها ازاي، صلي على النبي. دلوقتي انت عارف او هتلاقي آه ان السنتريبيتال فورس بتساوي ام في سكوير على ار، صح كده؟ والفي دي هي بتساوي 2 باي ار على بريودك تايم. هو لك نفس البريودك تايم، نفس الباي، نفس ال2، يعني الريديوس ده بتتغير، يعني اكنها بتغير الايه، الفيلوسيتي. يعني اكن هنا بدل الفيلوسيتي دي ممكن اكتب ريديوس، صح ولا أنا غلطان لو جيت اكتبها كريشيو؟ صح. فلاقي ان السكوير دي ممكن تطير مع اللي تحت، يعني اقول على طول ان سنتريبيتال فورس 1 على سنتريبيتال فورس 2 بتساوي راديوس 1 على راديوس 2، اللي هي فيلوسيتي 1 على فيلوسيتي 2، ما هي فيلوسيتي 1 على فيلوسيتي 2، تيجي بقى تجيبها من هنا تعرف في الاخر راديوس 1 على راديوس 2. طيب radius of the first is twice that of the second، يعني radius 1 2 radius 2، و radius 2 زي ما هي، دي تروح مع دي يبقى ايه، 2 على 1. هنا عايز يعرف الراديوس بكام. طيب احنا بس اول حاجه نجيب الفيلوسيتي. الفيلوسيتي هو عباره عن، هو مديك هنا ايه، دي سكوير. عارف بقى انا محتاج تعمل ايه؟ محتاج ان انت قانون السنتريبيتال اللي هو ده
تمام. تشيل الفيلوسيتي وتربطها بقى بالبريودك تايم والريديوس وكده والكلام ده كله. طيب عارفين دي زي ايه؟ لسه عاملينها، اللي هي زي دي كده بالظبط. بصوا، اللي هي دي كده على طول، 4 باي سكوير ار ام على تي سكوير. او بالمنظر ده كده. دي كده السنتريبيتال فورس اللي هي بكام؟ السنتريبيتال فورس، يلا بقى نعوض. هناخد السنتريبيتال فورس ب5 بتساوي 4 باي سكوير، ريدس عايز اعرفه، الماس بنص على تي سكوير كلها بكام؟ ب4. بالمنظر ده كده. تمام. تطلع الإجابة ثواني نحسبها، 1.0132، اللي هو approximation يعني. لو قالك approximately تبقى الإجابة 1. طيب 4 body moving a circular path if the centripetal force is increased 4 time، البريك تايم يحصل لها ايه؟ دي يا جماعة زي أول سؤال خالص أهو. لو أنا زدت 4 مرات البريك تايم يقل النص. لسه عاملين واحدة زيها بالظبط. حد عنده مشكلة؟ تمام. تعالى هنا بقى السؤال الأخير، عايز السنتريبيتال فورس، السنتريبيتال اكسلريشن والسنتريبيتال فورس. طيب نبدأ أولا بالإيه؟ بس عايز أعرف هو الجراف ده شيفتد برضو؟ إيه الجراف ده شيفتد؟ فأنا هشتغل إيه بقى باللي أنا شايفه، يعني ده كأن 60 وقصادها 10. تعرف تحسب السنتريبيتال اكسلريشن في سكوير، هو أصلا مديك السكوير جاهزة. 60 على 10. تاخد بالك هو كاتب لك على الواي اكسس هنا في سكوير ولا في. لو في بس يبقى هتاخد الرقم تعمله سكوير، ولكن هو مديك الفي سكوير جاهزة، فدي تديك كام؟ يديني 6. طيب عايز سنتريبيتال فورس، يبقى السنتريبيتال اكسلريشن في الماس، يعني 6 في كام؟ في 4، اللي هو بكام يعني؟ اللي هو ب24. حد عنده أي مشكلة؟ تمام ماشي يا شباب. ده كده كان التقييم بتاعنا، تقييم ال11. شكرا ليكم. ما تنساش ان انت لو حابب تشترك معانا في الفاينل ريفيجن اللي خلاص هتبدأ، او تشترك معانا في حصص الزوم، تقدر تبعت لي مسج على الواتساب، ده الرقم. او لو عندك اي سؤال تقدر برضه تبعت لي على الواتساب. خلاص، اشوفكم ليكم يا شباب. نشوفكم ان شاء الله لما التقييم ال12 ينزل. سلام عليكم.